عمرك شفت اعلان ذكي لدرجه تخوف المنافسين؟ عايز اقول لك ان غالبا ما بقاش في حاجه بتفرقع وتفايرل وتجيب نتائج كويسه غير الفكره اللي من بره الصندوق، وده بالظبط اللي عملته شركه دكتور بيبر. ودي شركه متخصصه في المشروبات الغازيه زي بيبسي وكوكاكولا كده. لما حبت السوق عملت اعلان حرفيا كان صادم للكل، سواء المنافسين او العملاء نفسهم. والاعلان كان عباره عن فيديو اكشن، في نهايته الرجاله اللي كانوا في الفيديو بيشربوا المشروب الجديد بتاع شركه دكتور بيبر، وقالوا جمله واحده بس: دايت دكتور بيبر it is not for women. يعني دايت دكتور بيبر منتج رجالي بامتياز وليس للنساء. اللي هو ازاي؟ هو في حد عاقل يطير منه نص السوق مره واحده؟ عايز اقول لك ان هم اتبعوا حاجه واحده في الاعلان ده، وهي نظريه تقسيم السوق. بمعنى ان كل منتج ليه فئه معينه من الناس، مش مجرد ان منتج واحد مناسب وكفايه للكل. وعايز اقول لك ان بعد الاعلان ده الشركه حرفيا اقتحمت السوق والمبيعات كانت عاليه جدا. الخلاصه، انت كمان لو بتقدم خدمه او منتج او حتى كنت صاحب محل او مشروع، لما تيجي تسوق حاول كل فتره تخرج بره الصندوق، ولو لمره واحده. او في حل اسهل، تابعني وانا هديك افكار جاهزه. سلام.